بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في إخواني وفي أخواتي وفي جميع الأحباب على الصفحة على الفيسبوك ومن يتابعني على قناتي في اليوتيوب. معكم من جديد إبراهيم المهالي ربيع قرطبة في هذا المقطع اللي وعدت به في الصفحة ديالي. عموما من غنبدا وعلاش غنهضر، رأيت في هذه الأيام واحد الفيديو، وقبل منه قريت واحد المقال ديال واحد العائلة مكلومة، واحد العائلة أصيبت في أعز ما تملك وفي أعز شيء يمكن أن يملكه الإنسان اللي هم الأبناء. تعلمون أن الأبناء هذه منحة من الله سبحانه وتعالى ونعمة كبيرة جدا، والإنسان إذا رزق الأبناء والأطفال فإنه تيدير المستحيل باش أنه يسعدهم، يبيع أعضاء ديالو، يضحي بحياته من أجل ماذا؟ من أجل سعادة الأطفال. ومع ذلك هذه الثقافة للأسف الشديد بعض الناس ربما اختلطت عندهم المفاهيم، فينظرون إلى أبناء المسلمين، لا بل أبناء المواطنين، أقول ينظرون إلى أبناء المواطنين على أنهم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن شي حاجة زايدة في الحياة، يتلاعبون ويتهاونون في أرواح الناس ويستهينون بأبناء الناس. عائلة تصاب الابن ديالهم طفل صغير مازال صغير في أجمل مرحلة تيمر منها الإنسان، هي مرحلة الطفولة، المرحلة اللي كيتمتعوا بها الآباء حينما يرى ابنه كيخرج الكلمات، ابن ديالو يحبو ثم يحاول المشي، مرحلة اللي ما يمكنش الإنسان ينساها، مرحلة اللي كتعتبر ربيع العمر. إن كان البعض يعتبرون الشباب ربيع العمر، فأنا أرى أن الطفولة هي ربيع العمر، زهرة الحياة. ومع ذلك ماذا؟ هذه المسائل زايد ناقص بالنسبة لبعض الشفارة عندنا في البلد. بعض العصابات المافياوية ينظرون إلى أبناء الناس بأنهم عبارة عن حثالة لا شيء، شنو كيسووا كاع؟ مغربي مواطن حقير لا قيمة له، ما يسوى ما يصلح، اش غيزيد ليا؟ عائلة تصاب الابن ديالهم بإسهال حاد، اي واحد الا الابن ديالو ممكن يتصاب ياكل شي حاجه مثلا او ميكروب اي فيروس يسبب ليه اسهال حاد، شيء طبيعي جدا. وهذا الطفل لما تصاب بهذا الاسهال داو لاقرب عياده، فقالت له الطبيبه ان هذا الطفل يحتاج الى اسعاف عاجل جدا، اسعاف عاجل جدا، نص ساعه اللي عنده يحتاج الى ان يحقن بواحد السيروم باش يردوا له ماذا؟ السوائل. السيروم ما كيسواش حتى 50 درهم الثمن ديالو كما ذكر بعض الاخوه، 50 درهم. فمشاو لاقرب مصحة الضمان الاجتماعي بالحي الحسني، فكتقول لهم الطبيبه بكل وقاحه بكل صلف بكل حقاره خلصوا 3000 درهم وما يتعالج شيء حتى يتخلص داك الثمن وداك المبلغ. صافا ولا واش اي مغربي الا غيكون هز معاه الفلوس؟ انا بنفسي شحال من مره كنكون خارج ما عندي ريال في الجيب هز معايا السوار، شي حاجه عاديه. الاخ كان عنده 1000 درهم وشي حاجه، ما كانوش معولين انهم يخلصوا داك المبلغ، وكيطالبوهم ارجوكم سعفوه هاد النسمه، سعفوا هاد الروح الطيبه البريئه، سعفوا لي قرة العين. ومن بعد قالوا لا هاد شي حاجه عاديه، شوف عاديه يعني نورمال، ماشي شي حاجه اللي كتستحق. بعد ذلك الأخ اتصل بالأقارب ديالو وجاء المبلغ بعد 45 دقيقة. فمات الولد، مات ضحية الجشع، مات ضحية الطمع، مات ضحية اللامسؤولية، مات ضحية الاستغلال، مات ضحية الشفارة. وغنقول هذا الكلام ونتحمل المسؤولية عليه. أرى أن القطاع الصحي في البلد عندنا، القطاع الصحي سواء الخاص أو العام إلا
إلا من رحم الله، وقليل ما هم إلا من رحم الله. عبارة عن عصابة إجرامية وعبارة عن مافيا. دابا كنتكلموا على داعش لكي ينحروا الناس ويذبحوهم. راه داعش عندنا حنا كما اعتقلتو هادوك اللي في بركان، كما اعتقلتوهم دوك الثلاثه اللي ما شفناش الوجوه ديالهم ولحد الان ما درت حتى شي جريمه. ونحن نختلف بطبيعه الحال، ولا احد يقبل تطرف او اي فكر اجرامي في البلد. اعتقلوا حتى هادو هما داعش ديال بصح. ها هما داعش بلباس الطبيب وبلباس ماذا؟ الدكاتره. دكتور داعشي خريج جامعه تولوز، قال لك تولوز. ماذا تعلمتم في فرنسا؟ وماذا تعلمتم في أوروبا الشرقية؟ ولا جبتوا لنا الشهادات مزورة؟ وماذا تعلمتم في أوروبا بصفة عامة؟ وماذا درستم في المعاهد والجامعات المغربية؟ هذه هي رسالة الطبيب؟ هذا هو قسم إبوقراط؟ هذا القسم الذي يقسمه الأطباء اللي درسوا في أوروبا. لا شك أنهم شافوا التعامل ديال الإنسان الغربي والطبيب الغربي مع أي مواطن كيفما كان. أقول هذا الكلام لأني أعيش في الغرب، وله لا يوصلني يا رب وأي مسلم أنه يعيش تلك الحالة اللي يعيشوها أخوتنا. والشيء الوحيد اللي ما كيزعمنيش وما كيزعم أغلب الناس، والله ماشي قضية مال وماشي قضية فلوس. والله الإنسان يخاف لما يخلي ولده ولا أبنائه في أيدي هؤلاء الناس، ولو كلينيك ولو عيادة مختصة. والله لا أثق فيهم أبدا. والله نقول هذا الكلام وأتحمل المسؤولية. والله لا أثق في المغربي اللي يعالج لي بنتي، والله ما نثق فيه. اسمحوا لي هادشي بالتجربة أبدا. نثق في النصراني الكافر بين قوسين، نثق فيه كيخدموا بالنية ويتعامل معك كإنسان. أبدا ما عمر حياتي نهار جيت لهاد البلدان. أنا عشت في أمريكا وفي إسبانيا وأنا في إيطاليا في فرنسا الآن. والله لا في أمريكا ولا في إسبانيا ولا في فرنسا أبدا ما رأيت أبدا، والحالات نادرة جدا شي تعامل. يعني لما أقول لك شي تعامل ما كنهضرش على التخلف وعلى الهمجية والوحشية اللي كنشوفوها. كما والله ما عمر غنسى هذا المشهد. في 2002 أو 2003 كنت كنقرا في واحد المدرسة عتيقة في تارودانت، فأصبت بحمى شديدة ثم ضربني البرد. يعني كنت خفت على كان ضربني البرد شديد، والطبيب قال لي لا دير الراديو، خصك دير الراديو. والله شهر كامل وانا كنجري من ايت ملول لانزكان كنجري باش ندير الراديو. ما كاينش، ما خدامش، ما كاينش، ما خدام. سيلا قادير وانا مريض. يعني تخيلوا معايا انا والله مرضت واحد المرض شديد، وكانت قال لا بدا تشوف ما يكون عندك شي حاجه في الريه. نهار مشيت مع الاب ديالي مشينا للمستشفى ديال زكان، خرج 20 اورو 4000 ريال. هو يخدم الراديو ديك الساعه تخدم ماشي هذا هو المقصود ديالي. كنت جالس في الرواق وجا واحد الشيباني مسكين، الشيباني هز معاه عصا وثيابه رثة، وانا ويطل مجرد طل بحال هكذا في البيرو كيقلب. اش كاين الساش كاين ياك لاباس اتصل دخل سوق راسك. والله فلعنت اليوم ولعنت الله لي لا حول ولا قوه الا بالله. وتمنيت يا ربي بعدي من هذه وجوه النحس وهذه وجوه التعاسه. هذا هو الذي درس الطب وقرأه وتعلم. هذا تلقاه في الكفار، والله ما تلقاه. ان شاء الله في اسرائيل ما تلقاه. في اسرائيل الكيان الصهيوني انا نظن ما يديروش بحال هكذا مع غير اليهود. لهذا اطالب بمحاكمه اولئك المجرمين اللي تسببوا في مقتل هذا الطفل. يتبعوا قانونيا، لا بد من تعويض، وما يمكنش يعوضوا ابدا. كفر معناك باش تعوض، ومع ذلك على الاقل يردوا شي حاجه لديك الناس يفقدوا اعز ما يملكون، قرة العين. نسال الله تبارك وتعالى يرحم ذاك الولد. اللهم ارحمه يا رب العالمين، اللهم ارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان. هذا الخبر الاول اللي غنهضر عليه. الخبر الثاني
وهو وجه آخر من أوجه البؤس والتعاسة والشقاء في البلد، في بلدنا التعيس، بلد قمعستان وبلد استغلالستان. استغلال، ينظرون إلى الناس على أنهم عبارة عن بقرات حلوب يمتصونها. احنا في المغرب عندنا طيح جوج لتر مليمترات قليلة من المطر كافية لتخريب القرى والمداشر، كافية. الدواوير عندنا قطرات قليلة من الماء كافية بالطوفان. يعني أنا كنطالب وزارة الأوقاف وأئمة المساجد والمجالس العلمية، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. إلا ما كنت شيء عندكم فكرة على البنية التحتية في المغرب، ياك علاش كتصليو صلاة الاستسقاء؟ علاش كتصليو صلاة الاستسقاء؟ نتوما ما قادينش عليها، ما مستعدين شيء، علاش كتصلي صلاة الاستسقاء؟ هذا قال لك واحد، قال لك الله يرزقنا الشتاء على قد قوادتنا. يعني في أي بلد يحترم نفسه وينظر إلى أرواح الناس على أنها ليست ألعوبة وأن لها قيمة، يوفرون بنية تحتية. أي كمية مطرية إلا وتجد مكان تصرف فيه. شي طوفان تيوقع، طوفان، ومع ذلك الناس عايشين حياتهم. من عشت في سياتل مدة، وسياتل في أمريكا من أكثر المدن، هي في واشنطن الغربية في شمال الغرب، منطقة معروفة بالمطر طيلة السنة، يعني دائما الضباب والشتاء. وحدها مدينة أولمبيا معروفة، أكثر مدينة في العالم كتسقط فيها الأمطار، ومع ذلك الناس عايشين حياتهم عادية جدا، نورمال، عادي. المطارات خدامين، المحطات خدامين، المستشفيات غاديين بخير، الجامعات، الناس عايشين حياة عادية. مطر شبه يومي، شبه يومي. داكشي اللي كيطيح واحد النهار ربما في سياتل، لو وقع في شهر عندنا في قلميم ولا في طاطا لا تمحات المدينة. لهذا فين مشاو الفلوس ديال مشاريع ديال إصلاح وتهيئة ماذا الواد الحار وما شابه ذلك؟ فين مشى هادشي كامل؟ مشى في جيوب الشفارة، مشى في جيوب الناهبين وقطاع الطرق الحقيقيين. هذوك هما داعش، أكبر داعش عندنا في البلد هما هادو. الله يخفيهم الحق. السلام عليكم.